الميركاتو شغال وكل فريق بيصرف بالملايين، والدوري الانجليزي طبعا استاذ الصرف، والفرق الانجليزيه هي الاكتر فرق في العالم واكتر دوري في العالم بيصرف. فرق معاه فلوس وفرق بتصرف وبتبيع وبتشتري، وخصوصا فريق كده احنا عارفينه كويس بيلبس احمر وبيلعب في محمد صلاح كلنا عرفناه طبعا. فشخ سوق الانتقالات يعني، مع لا مؤاخذة يعني في كلمة، ما سابش لعيب غير لما حط عينه عليه وباع لعيب وجاب لعيب وصرف. اول مرة تقريبا من يوم ما بدأت اشجع كورة الدوري الانجليزي اشوفه بيصرف بالشكل ده، ومع المدرب بينبله كل طلباته. يعني ما كانش فاهم كلام يورجن كلوب. يورجن كلوب من حقه يتجنن من اللي بيشوفه دلوقتي والله. مهم يعني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقدمة جميلة ان شاء الله تكون لطيفة. حلقة سوق الانتقالات زي ما وعدتكم في فيديو الاهلي بعد ماتش بورتو. فيديو انتقالات سريع لطيف خفيف كده تتسلى بيه وانت قاعد فاضي. ان شاء الله مش هيكون طويل، بس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتخش تعمل فولو للصفحة اللي سيبها لك في الديسكريبشن، صفحة تيك توك وصفحة الفيسبوك بننزل عليها اخبار الدوري الانجليزي وصفقات، وبنعمل تغطية لكل الماتشات لكل فرق الدوري الانجليزية في البطولات يعني، واهداف وحصريات وصفقات واحصائيات وكل حاجة وانتقالات. بس نخش في الفيديو من غير رغي كتير، وانا اسف لو طولت عليكم في المقدمة يعني. صفقات، نبدأ بصفقات مين؟ ارسنال اللي بشجعها، ومروان سيري حببني فيها. ما عملتش حاجة. فين المهاجم يا بشر؟ فين المهاجم؟ يعني مش عارفين بصراحة ليه ما خلصوش في المهاجم. قالك سيسكو اللايبزيج والفلوس وما عندين ومش عارف ايه. طب عندكم احتياطي نخش في جوي كيروس لسه برضه العناد، والسبورتنج لشبونه ماسكه في مبلغ، وارسنال مش عارف تدفع. بقول لك مبلغ زياده عن 60 مليون، وارسنال كان بيقول يدفع اخره 60 او 55 مليون. المهم يعني سوق الانتقالات ده لو مخلوص ارتيتا وجبت مهاجم انت مقاول، بستحمل اللي عليك بقى من النقاد ومن الجماهير ومروان سند بالذات يعني. لو بتحب مروان سند بشترك في القناه بقى، اي خدمه يا جدعان بقى، روقوا الدنيا بقى. المهم قال لك ايه بقى؟ الصفقه اللي عملناها هي مش صفقه، هي مش شراء. انت كده عادي لويس سكيلي بعد ما كان لك ريال مدريد بيزغلل عينه و عايزه السنه الجايه مجانا، وزي ارنولد كده. وكمان ليفربول بيخاف على كوناتي دلوقتي وعايز يجدد له عشان ما يعملش نفس تجربه ارنولد يعني. نبدا بقى. ارسنال خلاص كده مفيش طريق كتير يعني. بقولك مارتينيلي ممكن يخرج يروح على النصر، ولو خرج ممكن يدوروا على جناح ولا حاجه يجيبوه. تمام. بس التركيز دلوقتي على المهاجم بعد زوباميندي، وكان بيتكلموا كمان على روجرز من استون فيلا. استون فيلا لسه مش عارف، متردده في ان هي تبيع، بس استون فيلا لسه هتبيع عشان اللاعب المالي نظيف وكده وفلوس معاها وكده. في الاغلب هيخرج منها يا اما روجرز يا اما مارتينيز الحارس يعني. طيب نخش على تشيلسي. تشيلسي بسم الله ما شاء الله يافطه قدامي اهي صفقات. سانشو رجع لهم بيدوروا له. سانشو اسف مع اليونايتد مش تشيلسي، اسف. سانشو اليونايتد ده هنتكلم عليه بعدين. تشيلسي بقى راح بنتل منه من الحارس بنتل للسيتي، ودوه السيتي بقى بعد ما خلص عقده ما جددش معاه. جاكسون بيدوروا له على بيعه يغور في اي داهيه. 45 ادفعوا وشيل يا حبيبي جاكسون يعني، ومع السلامه. جو بده من برايتون لسه بيتكلموا فيه 55 مليون، بيتفقوا مع برايتون في الشروط وكده. ده صفقه مهمه للفريق وممكن تحصل في خلال الايام الجايه يعني على ما الحلقه تنزل. جيتنز خلاص تمت رسميا من دورتموند مقابل 60 مليون ل 55 مليون. تمت خلاص جيتنز تشيلسي، بس لسه باقي الكشف الطبي والهيلوي جوه تبقى قريبه ان شاء الله. زي ما قلت لك جاكسون بيدوروا على داهيه تاخده بيع يعني بس. اليونايتد بقى تخش على اليونايتد بقى. سانشو رجع لهم الاعاره من تشيلسي. تشيلسي قال لهم والله العظيم احنا جربناه طلع مش شغال، خدوا شغلوه بقى وودوه في اي داهيه هو كمان. قال لك عايز يروح فنربخشة. في عروض جايله من فنربخشة وعروض من نابولي واليوفنتوس، بس المشكله في راتب اللاعب كبير. نابولي بيقول لك يا اما اعاره وتحمل جزء او بيع، بس هو يخفض مرتبه، واللاعب بس مش عايز يخفض مرتبه، واليوفي كذلك برضه. ونابولي كمان عايز يلعب من الدوري الانجليزي هينجلها قدام مع فريق ليفربول يعني، اظن كلكم عرفتوه. قلنا اليونايتد من بيمو لسه ما خلصش الكلام كتير قوي، والصفقه طولت قوي زياده عن اللزوم، حاسسها هتطلع بومبا في الاخر، والصفقه تطلع بومبا في الاخر. لسه عايزين برينتفورد عايزين ازيد من 70 مليون، هم عايزين زي كونيا مدفوع فيه 74 مليون، هم عايزين زيهم بالظبط. قالك ده لعيب خبره وبقاله كذا سنه في الدوري الانجليزي وكده.
نكونكم عاوزينه من تشيلسي ويدخلوا بدل جرناتشو. المدرب قال له اموريم شوف لك فريق ومش عايزك معايا. قلنا خلاص مارتينيز من الفيلا حارس، عايزين امورين برضه عايز حارس. قالك بس قلنا ده يركن في جنب كده او اقعد معايا على الدكه بقى، ممكن يقعد على الدكه او لو جات له بيعه بسعر حلو يبيعوه، بس هو عارف الاغلب يعني هيجيب حارس في الصيف ده. كمان جرناتشو مطلوب فيه 47 او 50 مليون لو فرقه تشتري، بدل في النصر في عرض كمان، عرض النصر عرض، و نابولي قبل كده برضه كان فاتح كلام ولسه الكلام مستمر يعني. بس ده اليونايتد. السيتي هو عمل حاجة واحدة بس، ده غير الصفقات اللي جابها اصل الفترة دي يعني. احنا الصفقات اللي قبل كده قلنا عنها في الفيديو اللي قبل كده، لو مشفتوش ارجع شوفه. طبعا السيتي جاب مرموش وجاب رايندرز وجاب بن شرقي وجاب بن شرقي اسف اللي هو لاعب فرنسي ده، وجاب ايت نوري وجاب كذا لاعب يعني. وكمان بيقولوا في جندوجان هيمشي يروح جلطة سراي متقدم له عرض، بس لسه مش عارفين دنيته ايه. وكمان ديفيد سيلفا برناردو سيلفا اسف هو اللي بقى الكابتن الاول، وبعد كده روبن دياش هو الكابتن التاني، ولسه كمان هيحدد مين الكابتن التالت معاهم في الايام الجايه. طبعا قال لك ايه بقى، عمل حاجه واحده، جريليش دورلك على نادي. جريليش مش هيستمر مع السيتي، وفي انديه بتتفاوض بدات تتكلم، هو مش عايز يروح السعوديه دلوقتي. قال لك انا استمر في الدوري الانجليزي حتى لو انديه مش توب 10 او توب 6 مثلا. نشوف مثلا ايه توتنهام، وست هام، برايتون، حاجه في الخفيف منه كده يقدر يسترجع مستواه عشان يبقى موجود مع انجلترا في كاس العالم اللي جاي. نخش بقى الكبير استنى بقى عشان نجيب الكلام مظبوط. الكبير ليفربول، صلى على النبي، خش عليا. كيركس 30 مليون تمت من بورنموث باك الشمال. مشى روبرتسون قال لك يروح اتلتيكو مدريد ولسه الكلام مستمر، بس روبرتسون هيكون خارج باعه لبايرن ليفركوزن ب 35 مليون. وبيتكلم دلوقتي مع مارك جويهي من كريستال بالاس، قال لهم اخركم معاه 35 بالكتير قوي، اذا دفعتوا الكونسا خدوه وادوا للاعب. قال لك لا، كريستال بالاس لك نصحى، قال لك لا الشغل ده مش علينا، انت عباره عمال تصرف وبتاع، تقل جيبك شويه، تقل جيبك وشخص عشان تعدي. لسه الكلام مستمر يعني. فيرتس طبعا تمت 135 مليون تمت في الخطف كده، اول صفقه يستمروا على ويصروا على ويجيبوها فعلا. كيرر الحارس راح برنتفورد عشان هم معاهم طبعا اليسون ومامر شيفلي ده حارس بتاع فالنسيا، هيرجع، هم سايبينه اعاره مع الفريق بتاع فالنسيا. كمان نونيز اللي بيكلموا مع نابولي قال لك لا 40 ايه ولا 30 ولا 40 ولا الكلام ده، فوق 70 مليون يا باشا، 75 كمان وتعدي. نابولي قال لك، حتى دورينتس رئيس نابولي قال لهم لا مش هدفع 70 مليون في لاعب جاي اعلمه اساس الكوره عندي، اعلمه كيفيه تعمله شوط الكوره عندي. عنده حق والله، والناس ده يعني على الله خالص يعني. ممكن يروح في حته ينفجر، بس لغايه دلوقتي هو على الله لحد ما يمشي من ليفربول نشوف بقى هو هيعمل ايه. ده ليفربول قائمة عريضة حوالي 5 أو 6 لعيبة بنتكلم عنهم اهوت، كيركز ونونيز وفيرتز وكوانسا وناسي تجديد عقد وبيحاولوا يجددوا عقد زي ما قلت، روبرتسون، كيرر، 7 لعيبة اهوت. هو الأنشط حاليا في الدوري الإنجليزي بصفقات ليفربول. توتنهام عاوز يا إما ويش يا إما بيمو هو قال لك أنا عايز مانشستر يونايتد. وتوتنهام جابوا مدرب اسمه توماس فرانك بتاع برينفورد. توتنهام برضه معرفش يجيب بيمو، يجيب ويسا بيلعب في برينفورد برضه. نيوكاسل جدد عقد بيرن لحد 2027. استون فيلا كلمتين زي ما قلت، هيحاول روجرز ومارتينيز لو اللعب ما ضغطش عليه وما خلوش يبيع لعيبه هيحافظ عليه، حاول يبيع في واحد منهم او ممكن الاثنين يخرجوا. روجرز من ارسنال في كلام كتير بس مش رسمي يعني، عشان كده ما قلتش في بتاع ارسنال. ومارتينيز ده قلت لك يا اما رايح يونايتد بيتكلموا عليه، هما في الاغلب هيجيبوا حارس يعني. كان عرض متقدم له من تشيلسي بس هما رفضوه. مارتينيز رفض يعني، وتقريبا عاوز مانشستر يونايتد برضه هو كمان يعني زي مبويمو. بس اتمنى اكون كلامي مظبوط وكلامي واضح في الفيديو، عشان في كلام واحد كده بقول كده يقول لك كلامك مش واضح. معلش يا حبيبي لو انت يعني كلامك مش واضح متفرجش عليا ماشي، والناس اللي بتتفرج عليا على دماغي وعلى راسي كلهم كل الاحترام. اتمنى الفيديو يعجبكم، متنسوش تدعموني ولايك وشير وسبسكرايب، والصفحات اللي تحت بقى تخش تطلعوا زي ما قلت لكم. سلام. صحيح قبل ما اقفل، في فيديو توقعات ترتيب الدوري الانجليزي للموسم القادم ان شاء الله، مين يكسب الدوري مين اللي هيهبط وكده، حلقه ان شاء الله استنوها.